السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لإنتاجية التربة. أنشطة ثقافية للتعريف بالثروات الطبيعية والثقافية المتواجدة في جنوب البحر الأحمر. بحث خطة تطوير قطاع السياحة في إقليم عنسبة. قائدا جيشان الأمريكي والروسي يجريان اتصالا هاتفيا وسط تصاعد التوتر. دخول اتفاقية الدفاع بين كوريا الشمالية وروسيا حيز التنفيذ. بوتين يقول أن تسوية المدفوعات هي التحدي الأكبر بين روسيا والصين. إلى التفاصيل. تم الاحتفال في فندق ماينفحي في 5 ديسمبر باليوم العالمي لخصوبة التربة لأول مرة على مستوى الوطني. وفي كلمته في افتتاح الحفل قال مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية سيد صقاي برهاني أن أنشطة المعهد الوطني للبحوث الزراعية خلال 32 عاما الماضية شملت إجراء البحوث على عينات التربة والمياه وكذلك الأسمدة السائلة الجافة وإعداد خريطة نوعية التربة. وتم إعداد خريطة لنوعية التربة في مساحة 50,000 هكتار في عام 1999 وحتى العام 2024. وذكر السيد تدروس سلومون ممثلا عن مكتب منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا أن استدامة العالم تعتمد على أسرار التربة لأنها نظام بيئي غامض. وقدمت في المناسبة أوراق عمل حول رعاية التربة وإدارة صحة التربة وتقييم المراقبة وتأثير أنشطة الحفاظ على التربة والمياه على خصوبة التربة والسيطرة على التربة المالحة وأهمية المختبر في ضمان صحة التربة وتأثير الأسمدة الطبيعية على التربة الرملية المنتجة وغيرها من المواضيع. وقال مدير فرع أبحاث إدارة الموارد الطبيعية في المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلة السيد سامي البرخت إن الأرض هي أساس حياة الإنسان ويجب مراقبتها بشكل مستمر. نظم مكتب الثقافة والرياضة بإقليم جنوب البحر الأحمر أنشطة ثقافية للتعريف بالثروات الطبيعية والثقافية المتواجدة في الإقليم. وذكر مسؤول قسم الآثار السيد محمد علي في ورقة البحث التي قدمها وجود العديد من الآثار القديمة المتنقلة وغير المتحركة في الإقليم خاصة الثروات الأثرية التي خلفتها قوات الاستعمار المختلفة مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها نظرا لأهميتها كونها جزءا من الهوية الوطنية التاريخية. وفارت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيدة حواء محمد إن القسم يعمل على الأبحاث الأثرية والثقافية باستمرار بالتعاون مع الجهات المختصة مما يمكن استعمالها مستقبلا في إجراء دراسات وأبحاث أعماق مع العلم أن التراث الثقافي الغير مادي يتطلب بذل جهود أكثر وأشمل لكل محتوياته الواسعة والعميقة. وفي غضون ذلك قيم قسم الرياضة جميع الاتحادات الرياضية مؤكدا مشاركتها في جميع المنافسات الرياضية التي تنظم على المستوى الوطني. وأفاد مسؤول القسم السيد إبراهيم صالح أن المبادرات التي تتجه على توسيع الأنشطة الرياضية على أساس المشاركة المجتمعية وإيجاد مصادر دخل مستدامة للاتحادات تثمر بنجاح. وأكد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي في كلمته التي ألقاها في المناسبتين أهمية الحفاظ على التوارث والثروات التاريخية والثقافية وتأسيس الشباب على الأساس الرياضي كونه أمرا يتطلب تضافر جميع الجهات المختصة موصيا المشاركين العمل في إنجاح وتقديم الأنشطة الفاعلة التي ترسم ويتم إنجازها. عقدت عضوات هيئة الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط وعضوات الاتحاد في الوزارات ونقابة المرأة العاملة في إدارة الإقليم الأوسط اجتماعا تقييميا يوم 4 ديسمبر في أسمرة. وقيمنا الأنشطة السنوية وبحثنا برامج عام 2025. وقدم في الاجتماع تقريرا مفصلا عن الأنشطة المنفذة وقيمنا تسيير جيد لبرامج تمكين المرأة ونوعيتها. وتوصل الاجتماع إلى تفاهم على العمل الجاد للنوعي والمؤثر في التوعية والتنظيم في العام 2025
ومواصلة العمل لتنفيذ الأعمال غير المكتملة في العام 2024. وأوصل الاجتماع إلى تعزيز المشاركة المرأة في مختلف مستويات المسؤولية وتنظيم الاتحاد دورات تدريبية في القيادة والتعبئة للمرأة العاملة النموذجية. أعلن قسم السياحة في إقليم عنسبة في الاجتماع الذي عقده في 3 ديسمبر على العمل للدفع برامجه وتمكين كفاءة الخدمات المقدمة. وذكر المدير العام لقسم السياحة السيد سالم علي في الاجتماع جميع شركاء العمل وضرورة تعزيز مساهمتهم لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل معا لتحقيق نتائج أفضل وتقوية عمليات مراقبة جودة الخدمات. وأشار التقرير المقدم إلى أن تنظيم دورات تدريبية لتحسين الخدمات لأصحاب وعمال المرافق الخدمية هذا العام ووجود خطط لتوسيعها في المستقبل. ودعا المشاركون على إجراء دراسات وتوثيق موارد الجذب السياحي وتجديد وإصلاح المواقع السياحية التي تحتاج إلى الإصلاح وإعداد منشورات التوعية والقيام بأنشطة التوعية في المدارس بشأن الموارد السياحية في البلاد والعمل بجدية أكبر لتعزيز قدرات مقدمي الخدمات. وتم توضيح بأن العمل المستقبلي يشمل توثيق الموارد السياحية في مناطق عتيق ليزان وعلا برعد وكرن وحقات وأصماط وهبورو وعقد لقاءات للحفاظ على الموارد وحمايتها. نظم مكتب التعليم والصحة في إقليم القاشبركة دورة تدريبية لمسؤولي مكاتب التعليم في الإقليم ومدراء المدارس المتوسطة والثانوية حول متابعة الطلاب الصحية ومكافحة الأمراض. وتضمن التدريب المقدم يوم 30 نوفمبر الماضي والأول ديسمبر الجاري بإشراف مهنيين صحيين متابعة التطور الذهني والأمراض المعدية والمواد التجميلية الكيميائية المضرة بالجل والأدوية الشعبية وأضرارها. وأوضح مسؤول مكتب الصحة الدكتور حيلوم كيداني أن تركيز الدورة التدريبية على المعلمين هدفها الأساسي هو رفع الوعي الصحي ومتابعة أوضاع الطلاب الصحية. وذكر مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ سلومون تخلاي مانوت أن المعلم له مسؤولية مزدوجة كمعلم ووالد ويجب أن يكون له دور في التعرف على أوضاع الطلاب الصحية والعمل إلا إرسالهم إلى المؤسسات الصحية. وقال مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إن أهمية الدورة التدريبية كبيرة باعتبار أن ضمان صحة الطلاب جزء من ضمان صحة المجتمع. أفاد مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي تقديم برامج التعليم الكبار في اللقاء الذي عقده في 29 نوفمبر الماضي لتقييم برامج تعليم الكبار. وأوضح مسؤول قسم أساليب التعليم الأستاذ تخستي قبرخستوت في التقرير الذي قدمه عن برامج التعليم للكبار للعام الدراسي 2023-2024 الذي قدمت فيه البرامج في 4 نقاط تعليم أن الجهود تبذل بجدية لتوسيع مدى مشاركة الكبار الذين لم يتلقوا التعليم وإتاحة الفرصة التعليمية لهم ومحو الأمية. وحث مسؤول خدمات التعليم الأستاذ مريح كيروس بدوره بالآباء لإدخال أبنائهم الذين بلغوا السن الدراسية إلى المدارس النظامية وإدارة الضواحي لتقديم المواطنين الذين تفوق أعمارهم 25 عاما الذين لم يتلقوا التعليم إلى نقاط برامج تعليم الكبار المتوفرة. وذكر منسق برنامج تعليم الكبار في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين بدوره المؤسسات الحكومية ومكاتب الجبهة للدفع في التعريف على من لم يتلقى الفرص التعليمية وبذل الجهود اللازمة لضمان انضمامهم إلى البرامج التعليمية الهادفة لتعليم الكبار ومحو الأمية. وناشدت المديرة المكلفة لمديرية ابن حيل السيدة ترحس فقاد كل فئات المجتمع للاستفادة من الفرص التعليمية المقدمة نظرا إلى أهمية العلم والتعلم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال الجيش الأمريكي أن قائد الأركان المشتركة جنرال تشارلز كيو براون تحدث هاتفيا مع رئيس الأركان العام الروسي فيلر غيسموف الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها براون مع نظيره الروسي. وقال المتحدث باسم براون في بيان أن الاثنين ناقشا عدد من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية بما في ذلك الصراع الدائر في أوكرانيا. وذكر مسؤول أمريكي لقناة IBS
أن موسكو حذرت خلال المكالمة من أنها ستنفذ تجارب لإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في الشرق الأوسط، وأن على السفن الأمريكية الابتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة. وقال المتحدث أن وزارة الدفاع الروسية هي من طلبت المكالمة. وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ أمريكية وبريطانية على أهداف داخل روسيا، على الرغم من تحذيرات موسكو بأنها ستعتبر مثل هذا الإجراء تصعيدا كبيرا. دخلت اتفاقية الدفاع الموقعة بين كوريا الشمالية وروسيا في يونيو الماضي حيز التنفيذ، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة في موسكو بين البلدين، بعدما وقع الاتفاق الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما أوضحت الوكالة. وتكرس الاتفاقية التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ على خلفية الحرب التي تجرى في أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسوية المدفوعات من الجانبين هي التحدي الأكبر للتجارة بين روسيا والصين. وأوضح بوتين أن البنكين المركزيين في روسيا والصين يعكفان حاليا على معالجة هذا التحدي بحسب رويترز. وتزدهر الروابط الاقتصادية بين روسيا والصين، لكنها تواجه ضغوطا من العقوبات الغربية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي. رغم ذلك فالصين كانت الداعم الأكبر لموسكو لتجنب العقوبات. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 240 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام 2022. وتقوم الصين باستيراد البضائع من روسيا بدلا من السيارات والآلات الصناعية إلى الهواتف الذكية ومصادر الطاقة والنفط الروسي. أصبحت حكومة ميشيل بارنيه هي الأقصر عمرا في تاريخ حكومات فرنسا، بعد تصويت بحجب الثقة مدعوما من تحالف اليمين المتطرف واليسار المتطرف في الجمعية الوطنية. التصويت الذي أيده 331 عضوا في البرلمان تجاوز الأغلبية المطلوبة البالغة 288 صوتا، ما أسقط الحكومة التي شكلت من وزراء ينتمون للوسط واليمين. ويعد هذا التصويت سابقة في التاريخ الفرنسي الحديث، ذلك أنها المرة الأولى التي تسقط فيها حكومة عبر اقتراح بسحب الثقة منذ أكثر من 60 عاما. وقد جاء التصويت بعد أن لجأت حكومة بارنيه إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني. ورفض ماكرون مطالب المعارضة بالاستقالة، واصفا إياها بأنها خيال سياسي، مؤكدا استمراره في الحكم حتى نهاية ولايته في العام 2027. تذكير بالعناوين مرة أخرى. إحياء اليوم العالمي لإنتاجية التربة. أنشطة ثقافية للتعريف بالثروات الطبيعية والثقافية المتواجدة في جنوب البحر الأحمر. بحث خطة تطوير قطاع السياحة في إقليم عنسبة. قائدا جيشان الأمريكي والروسي يجريان اتصالا هاتفيا وسط تصاعد التوتر. دخول اتفاقية الدفاع بين كوريا الشمالية وروسيا حيز التنفيذ. بوتين يقول أن تسوية المدفوعات هي التحدي الأكبر بين روسيا والصين. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.